كاملين عارفين بأن الصباح هي أهم وقيته في النهار. إلا قدرتي تربح الصباح ديالك فغتقدر تربح النهار كامل، وهذا الشيء غير بخطوة بخطوة نقدروا نكريو واحد روتين صباحي. حيت بزاف ديال الناس كيشكيو بأنهم كيفيقوا عيانين، ما كيديروا حتى شي حاجة في النهار. ولكن نقدر نقول لك بأنه إلا غيرتي من الروتين الصباحي ديالك فراه غادي تغير من النهار ديالك كامل. عاد خليك معايا باش نعرفوا اسرار روتين الصباحي، حيت الا بديتي مزيان الصباح ديالك فراه كون اكيد ان النهار ديالك غادي يدوز مزيان وواعر. خليك معايا. علاش روتين صباحي مهم؟ النهار اللي كتفيق وانت مرتاح ومنظم كتولي قادر تركز مزيان، كتخدم بطاقه اللي هي كبيره، وحتى المود ديالك كيتحسن. فيها الدماغ كيكون صافي وقابل انه يكابتي اي حاجه جديده، وقابل انه يتعلم اي حاجه. الدراسه العلميه كما كنقولوا كتبين بانه اول ساعه بعد النوم هي الساعه الذهبيه. كيف ما كيقولوا الناس زمان فياق بكري ذهب مشري. ذهب مشري يعني انا كنقول بان الذهب مشري هي بالعلم، القرايه. دماغي كيكون مرتاح، كيقدر انه يكابتي اي حاجه، كيكون خاوي وصافي، تقدر دير اي حاجه اللي هي صعيبه تزيدها في الصباح ديالك. وهكا غادي يكون المود ديالك زوين، وغادي تكون كتخدم بواحد الطاقه وبواحد التركيز اللي هو عالي وكبير جدا. فأول خطوة بيان سور هي فيق بكري، ولكن حاول تفيق الساعة اللي قبل من الوقت اللي خصك تبدا فيه يا الخدمة يا القراية. ماشي ضروري تكون من 5 ديال الصباح، هاد الساعة هي الاستثمار ديالك. فإلا كنتي غادي تكون قاري مثلا مع 8 فيق مع 7، كنتي خدام مع 7 ديال الصباح تفيق مع 6. وحنا كمسلمين كنعرفوا بأن الساعة الأمثل اللي نقدروا نفيقوا فيها هي ساعة مقبل من الفجر. فبلي كتبدا الصباح ديالك بصلاه الفجر كيكون النهار ديالك بيان سور فيه البركه. ثاني حاجه هي ما تهز التليفون ديالك. اول خطا كيديروا الناس هو كيبدا يسكرولي في انستغرام، واتساب، كيجاوب على الميساجات. هكا كتعمر راسك بالضجيج قبل ما يبدا النهار ديالك. حيت لك كانت بخوميغ حاجه غادي ديرها في النهار ديالك هي تهز التليفون، فاول انه غادي تبقى هاز التليفون واحد من 10 دقائق حتى نص ساعه، وانت من فيديو من شورت فيديو شي شورت فيديو واحد اخر تيك توك. هنايا غادي تعمر راسك بالخوال الخاوي، ويقدر انك غير هذيك 30 دقيقه اللي غادي تهز فيها التليفون وتبدا تسكرولي وتبدا تجاوب على الميساج اللي ما غادي ينفعوك بحتى شي حاجه. هكا غادي تكون غير كتخرج على راسك، على صحتك، على العقل ديالك. ما غاديش يبقى العقل ديالك قاد انه يدير شي حاجه زوينه في هذاك الصباح. يقدر العقل ديالك انه يتكاسل. كنتي بغيتي تنوض دير واحد 30 دقيقه ديال الرياضه، حيت هزيتي التليفون ديالك بقيتي كتسكرولي، يقدر عقلك كيعيا وما يبقى يقاد يدير حتى شي حاجه، يفكر في حتى شي حاجه. فحاولوا اول حاجه ديروها الصباح ديالكم هي ما تهزوش التليفون مباشره مع انكم تفيقوا من النعاس. جهز التليفون انك تشوف الساعه فقط. اما باش فوا غادي تحل انستغرام فرا بقيتي تما انك كتسكرولي، فوا تحل واتساب بقيتي تما كتجاوب على الميساج، فوا تحل تيك توك فنفس الحاجه غادي تبدا تسكرولي تما. دونك حاول انك ما تعمرش راسك بالضجيج وتعيد دماغك غير هكاك قبل ما يبدا النهار ديالك. حاولوا الماكسيموم تبعدوا على التليفون في الصباح. ثالث حاجه غادي نهضروا عليها هي شرب الماء. شرب الماء تقدر تكون هي اول حاجه ديرها هي كاس ديال الماء كبير او شي قرعه تحطها حداك في الليل. هنا حيت ملي كتفيق الصباح الجسم ديالك كيكون ناشف من النوم وخاصو واحد الرطوبه. فالرطوبه ديال الجسم ديالنا هي انك تشرب الماء في الصباح. اول حاجه تكون كديرها هي تشرب الماء، ما تنساوهاش.
حاولوا انكم ديروها، تحطوا حداكم هكا قبل ما تنعسوا واحد القرعه ديال الماء بيان سور تكون مسدوده. فاش في الصباح ما تركزوش انكم بحال مثلا ما تركزوش انكم تمشيو تعمروا الماء ولا شي حاجه، فراه غادي يكون حداكم. وكتكون اول حاجه غادي ديروها هي ترطبوا الجسم ديالكم بشرب الماء. رابع حاجة تقدر ديرها في الصباح ديالك هي الحركة أو الرياضة. ماشي خاصك تمشي للجيم شي ساعة إلا ما كانوش الإمكانيات، تقدر دير غير شي 5 دقائق ولا الماكسيموم شي 15 دقيقة ديال اليوغا، ديال حركات اللي هي بسيطة غير في الدار باش تنشط الدم ديالك. أو اللي كان عندك أصلا الإمكانيات تمشي بلاصة اللي فيها باركينغ ولا شي جردة هكا، فرا أنك تقدر تدير واحد 10 دقائق ديال الجري، انك تتابع الخطوات اللي كدير، شحال خطوه كديرها في النهار في الماكسيموم اولا المينيموم ديال الخطوات اللي تقدر دير في النهار هي 3000 خطوه. فهكا تكون كتحرك الجسم ديالك غير بالمشي، اولا كتحرك الجسم ديالك بالجري، اولا واحد شويه ديال اليوغا، اولا شي حركات كديرهم في الدار. تقدر غير اليوتيوب فيه بزاف ديال الفيديو يقدروا يفيدوك انك تدير اليوغا اولا حركات في الدار. فراه كاينين شي حركات اللي زوينين وتقدر على حسب شنو بغيتي نتايا تبدل في الجسم ديالك. مثلا الا بغيتي تحيد الكرش فكاينين دي فيديو اللي هما افكتيف، صراحه افكتيف يقدروا يعاونوك بزاف، غير خاصك تكون واحد الاستمراريه بدوك الحلقات. كاينين بزاف ديال اليوتيوبر كيديروا مثلا 7 ايام ديال الحركات اللي تقدر تعاونك انك تحيد الكرش. فبيان سور حتى الماكله خاصك تتابعها وتشوف شنو هو النتائج. الى ما ذلك فالرياضه في الصباح حتى هي زوينه بزاف. سادس حاجة نهضروا عليها هي القراءة أو التعلم. خصص واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة الماكسيموم أنك تقرأ شي كتاب أو تسمع شي بودكاست اللي هو زوين ديال الصباح. هنا الدماغ ديالك الصباح كيحاول أنه من داك البودكاست أو من داك الكتاب اللي غادي تقرأ كيكابتي الماكسيموم ديال ليزانفورماسيون. يعني حاول أنك دير واحد 10 دقائق تقرأ شي كتاب كيعجبك اللي عنده علاقة بالسيلف ديفلوبمنت التنمية الذاتية، أو شي رواية أو تسمع شي بودكاست ديال شي واحد أو بودكاست صباحي. كمان كيعجبوني في الصباح تسمع البودكاست اللي كيكون صباحي فيه واحد الأمل هكا غادي تزيد في النهار ديالك الطاقة والحيوية ويكمل النهار ديالك مزيان. بالنسبة للتعلم تقدر تخصص واحد 15 دقيقة ديال الصباح التعلم، مثلا تعلم لغة جديدة مثلا أو شي سكيلز جديدة بحال AI agent، أو بغيتي تعلم الوورد ولا الباوربوينت ولا الإكسل، أو بغيتي تعلم شي حاجة عندها علاقة بالتخصص اللي داير نتايا. يعني الصباح نقدروا نديرو فيه بزاف ديال الحوايج اللي عندها علاقة بقراءة الكتب، نسمعوا البودكاست أو نتعلموا شي مهارة. بغيت غير نقول لكم بان هذه ديال فان ديال لا فيديو، بغيت غير نقول لكم بان الروتين ماشي هو صبا، خاصو يكون واقعي. وإلا بغيتي تبدا بواحد العاده اللي هي صغيره، مثلا بغيتي تبقى تشرب الماء وقت ما انك تفيق، غادي تولي عاده. غدا عاوتاني غتزيد عليها عاده واحده اخرى، وهكا غادي تكون كريتي واحد لا روتين مورنين ديالك اللي هو زوين. اذا الاصدقاء كانت معكم يسرى. روتين صباحي راه بحال الاستثمار، كتعطيه شويه في الوقت في الاول وكيعطيك نتائج اللي هما كبار في الطاقه في التركيز وحتى في المود ديالك النهار كامل. قولوا لي في التعليقات شنو هي اول حاجه ديروا منين كتفيقوا، اولا من بعد هاد لا فيديو اللي غادي ديروا من بعد ما تفيقوا. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وقولوا لي شنو بغيتوا في الفيديو اللي غادي يكون ان شاء الله قريب، شنو بغيتوا الموضوع ديالو. تقدروا تقولوا لي الموضوع اللي بغيتوه في التعليق. خليكم على خير.